في سنة 1971 عيلة بيرون بينقلوا البيت جديد في مزرعة قديمة بمدينة هاريسفيل. البيت ده من بره كان شكله هادي، مزرعة قديمة وسط أرض واسعة، لكن أول ما عيلة بيرون دخلوا كأنهم فتحوا باب لعالم تاني. الكلب وقف عند الباب، رفض يدخل وكأني شايف حاجة هم مش شايفينها. بعد أيام لقوه ميت بطريقة بشعة، وكأنها رسالة أولى إن المكان مش آمن. كارولين بدأت تصحى كل يوم بجروح وكدمات على جسمها، مش فاهمة ازاي بتحصل وهي نايمة. والبنات بقوا يسمعوا أصوات في نص الليل، خطوات خفيفة، أبواب بتتفتح وتقفل من غير حد. واللعبة اللي كانوا بيحبوا يلعبوها هايدن كلاب، اللي هي استغمية، بقت تتحول لكابوس لأن في حد غريب بيشاركهم اللعب من غير ما يظهر. الجو في البيت اتغير، بقى تقيل، كأن الهوا نفسه مش طبيعي. الساعة كل ليلة تقف عند 3:07، كأن الزمن بيتجمد في اللحظة دي. واحدة من البنات بدأت تمشي وهي نايمة وتخبط دماغها في خزانة قديمة، والتانية شايفت ست كبيرة ملامحها متشوهة واقفة في أوضتها بتبصلها من بعيد. كارولين ما قدرتش تتحمل، الخوف بقى أكبر من أي تفسير، فاستعانت بإد ولورين وارن اللي معروفين إنهم بيواجهوا الحاجات اللي مش من عالمنا. أول ما دخلوا لورين حست إن في كيان شرير مش بس مربوط بالبيت، لكن ملزوق بالعيلة نفسها، يعني حتى لو حاولوا يهربوا الشر هيفتل معاهم. ومن هنا بقى السؤال اللي بيخلي الدم يتجمد في العروق، لو الشر مش مربوط بالمكان لكن بالعيلة نفسها، يبقى فين الملجأ الحقيقي؟ وده كان ملخص فيلم The Conjuring، إنتاج سنة 2013. لو عاوزين الملخص كامل اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتكم فيلم تو كليك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم ونشوفكم في ملخص جديد. سلام.